السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد حاجة عاتق الكيان، ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة: أداء منتخب مصر هزيل في مباراته مع زامبيا وفيتوريا. والخطط مفيش خطط، حتى التغييرات نصها خطأ. يعني هدف جه متأخر جدا 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 بتاع حمدي فتحي، ويعني فيتوريا انت هتعمل تغيير، بتشيل زي أوسوريو، بتشيل افضل لاعب اللي هو محمود برزديه. ليه يطلع محمود برزديه؟ من حق ينزل زيزو، لان زيزو كده بيتزود. يبقى بدل ثلاثة محمد صلاح وبرزديه ومصطفى محمد، او حد تاني، يعني واحد معاهم يساعدهم. يعني هو لما يجي ناحية اليمين، زيزو لما جه في شاط واتنين، واحدة منهم جاء الهدف بتاع محمد، يدي فرصة لمحمد صلاح يدخل في النص شوية، بدل ما هو ممسوك بثلاثة أربعة هم بيدافعوا بسبعة تمانية في منطقة الجزاء، ستة دايما داخل منطقة الجزاء. مصطفى هيعمل إيه؟ ومفيش حد داخل معاه، لولا حمدي فتحي اللي هو دخل مرة واتنين. تيجي تغير برضو، أنت عملت تغيير، ما تطلعش النني، طلع أي واحد تاني، طلع، لأن التلاتة في خط النص ارتكاز كتير. طلع النني وطلع خلي النني، وطلع طارق حامد. كلام يعني. وحمدي فتحي مع زيزو مع محمد صلاح، مع الناحية التانية كان برزيديه هو الوحيد اللي فايق. شاط واحدة في العارضة وشاط، وبيعرف يعدي، وتعبهم من جهة الشمال. وفتوح برضه كان كويس. يعني مش عارف انا، فيتوريا ودايما المدربين واللعيبه، انا حاسس ان فريق المنتخب مفيش روح المنتخب اللي كنا متعودين عليه. 3 بطولات افريقيه ورا بعض مع المعلم حسن شحاته، فين الروح؟ يعني فوز بطعم الهزيمه. هم جالهم فرص، محمد الشناوي والكرة الانفراد، وثلاث أربع مرات يطلع يقابل الكرة على الخط، وهم برضه على قد كده. 3 فرص ضاعوا، كان ممكن يجوا جوان. يعني واحدة بالهيد، وواحدة شاطها بالعرض على الزاوية البعيدة كده، بالعرض بقت واحدة. الواد دخل عليها شاطها قدام مرمى فاضي، من حظ ما طلعهاش، طلعت منه في الاوت. واتنين مع بعض كورة خلاص، يعني هم اتزحلقوا عليها، والكورة برضه طلعت منهم. يعني ما كانش عندهم توفيق، كان ممكن نطلع 3-1 يا فيتوريا. أما فين الخبرات بتاعتك القديمة كلها دي؟ فين الخطط؟ ما شفتش خطة مبنية. يعني لعبة اتكررت مرتين نقول دي خطة، مفيش خالص. قدر الله ما شاء فعل. عشان نلعب المباراة ويفوقوا. المباراة بتاعت ذئاب الجبل الجزائر يوم 16، دول بقى مش عايزين زي تونس ويطلع شكل. يعني كنت تلعبوا زامبيا على أرضنا، تعتبر الإمارات والجماهير والملعب وكله يعتبر أرضك. وفريق يعني ترتيبه الثالث، ترتيب زامبيا الثالث داخل افريقيا، في المستوى الثالث، مش في الثاني ولا الاول. يعني امال بقى لو بتلاعب فرق من الفرق العاليه مستوى اول تعمل ايه؟ وجاي لك الجزائر، يعني حصل سنه 19 باين، البطوله الافريقيه كان مبدع فيها. مش فريق مش قليل. فريق الجزائر، منتخب الجزائر منتخب جيد جدا. ما مش عارف ده هيعمل معاه ايه فيتوريا. يعني حتى قاعد واقف على الخط، رايح جاي يمسح في بقه ويعمل وخلاص. انت فين التجديد؟ فين الخطط؟ فين التدريب؟ خبرتك دي راحت فين؟
اما بقى المنتخب الاولمبي، فالمنتخب الاولمبي حقيقي كويس، بس برضه عيب اللاعب. المنتخبات دلوقتي انت غالب 2 في الشوط الاول وعامل شوط لا بأس به، تيجي الشوط الثاني قدام الاردن اللي بألف به كوره في الاولمبي، والشوط الثاني تيجي فين؟ مفيش. سايب دي، وعمالين يعملوا عليك هجوم، وعملوا عليك شغل، وعملوا عليك كده لغايه ما صمموا اللي يجيبوا جون، وفعلا جابوا الهدف. المدافعين واقفين والكرة الواد ايه قدامه واقفه، ما هي ما وما ما جريش عليها، قعدت تخبط من ده لده، والاخر وقفت راح حاططها في الجون. يعني حمزه علاء مظلوم، حمزه علاء بدع بدع. مش عايزين كل ماتش، حتى الماتش بتاع المغرب برضه في الاولمبي حمزه علاء كان راجل البطوله، والاخر يجي هدف غير متوقع من الدفاع. بتسرح ليه في الدقائق الاخيره؟ ده هي دي الماتشات، الدقائق قبل منطقه العشر دقائق الاخيره هي الماتشات. يعني الفريق بتاع مصر في البتاع دول العشر دقائق الاخيره اللي هم فاقوا فيهم، ما كانش من المدرب، كانت اللعيبه نفسها بقى بدات تلعب. جت كوره شاطها مروان عطيه، جت جنب القايم، والكوره بتاع حمدي فتحي اللي طلع عليها وما فيهاش اي حاجه ولا لمس اللاعب، ده هو طلع اعلى من اللاعب واللاعب ما طلعش. دي مش عايزه تراجع في البار، لان اللاعب ما طلعش وانا اللاعب طلع. ما بيطلع عالي وهو بيشرب صوت الكوره فبيحدف جسمه لقدام كده، فدي كان لازم يقع. اما لو سند عليه يبقى خلاص يحسب فاول، لما سندش. والفريق الاولمبي غلب 3-1، كوره برضه من الحظ بعد ما كان 2-1، الكوره اللي خبطت في المدافع وخدعت الحارس ودخلت الجون الثالث. وبس برضه نوعا الاولمبي نوعا ما، وممكن يحصل فيه تعديل وممكن يزودوا حد تاني برضه، مش لا بأس به. اما المنتخب بالشكل ده احنا بنخاف، مفيش روح خالص، ولا المنتخب ده يعتبر منتخب مصر. احنا كان عندنا منتخبات ومش عارف لغايه دلوقتي فيتوريا، آه يعني الواحد قلبه بيدب. وانقاذ الجون بتاع حمدي فتحي، وهيفوز بطعم الهزيمه، لان هم لو وفقوا وعندهم توفيق لاعيبه زامبيا اللي هم من المستوى الثالث كانوا بقى 3-1 النتيجه، وكان يبقى شكلها وحش جدا جدا جدا. على كل حال مبروك صعود، مبروك الفوز برضه. هينا تجربة، وهي تجربة يعرف يشوف فين الأخطاء ويعالجها، وكلها اختبارات، لأن الماتشات الودية بتبقى إيه تجارب، ويحط إيده على نقاط الضعف والأخطاء بتاعته والأخطاء بتاع اللعيبة، ويقدر يعدل بإذن الله. بس في خبر حلو جدا جدا، أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم الفيفا هيحضر مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم 20 في تنزانيا بإذن الله. وده شيء يعني هو الراجل اللي طلب، وطبعا حكام بقى ما فيش لعب ما فيش بتاع، لأن هيبقى قاعدين في المدرجات، الحكم في الملعب، حكام في الساحة والبار، هيبقى عارفين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قاعد، والاتحاد الإفريقي، والدنيا يا بإذن الله. احنا عايزين العدالة في التحكيم. فالأهلي دي يعتبر 10 مرة يحضر أنفنتينو مباريات الأهلي، ما حصلتش بأي فرقة أفريقية قبل كده بإذن الله. وربنا يوفق الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني. وقبل ما نختم حلقتنا، فضل وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحشاش عاشق الكيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.